لا بص بقى، انا النهارده جاي لك بتصميم سوشيال ميديا من النوع اللي بتشوفه كتير على السوشيال ميديا اليومين دول. تصميم بسيط شكله شيك ويشد العين من اول ثانيه. التصميم ده مستوحي من تعاون نون مع فاليو. احنا مش هدفنا نقلد الاعلانات وخلاص، انت بتخش تعمل تغذيه بصريه وتشوف ايه اللي يقدر يناسبك وتحاول تطلع منه فكره. فيلا بينا اقول لك ازاي قدرت اعمل التصميم ده خطوه بخطوه. بص يا صديقي، هو الموضوع سهل وبسيط. انا خلصت التصميم ده في 5 جروبات بالظبط. فيلا بينا نخش في اول خطوه. اول حاجه انا عايز اولد الموديل. طب هولد الموديل ازاي؟ اول حاجه هنجيب برومت للموديل عن طريق شات جي بي تي. هبدا افتح المتصفح كده وهبدا اكتب له بقى اللي انا عايزه. هقول له عايزك تكتب لي برومت لشخص سعودي بملامح عربيه، يكون لابس جلابيه وقاعد على كرسي، والكرسي ده يكون لونه اصفر. وهقول لك ليه يكون لونه اصفر، وعايزه يكون منتبه للتليفون كانه بيشتري حاجه. وبعدين هنا هقول له خلي الخلفيه باللون، انا كنت جايب له الكود بتاعها بس هو قسمها على مرتين، لون تركواز فاتح ويكون مايل للازرق. فخدت البرومت ده ورحت على ايمج اف اكس، طلع لي نتيجه هي حلوه بس انا كنت عايزه يبص للكاميرا. فقلت له انا عايزه ايه، يكون بيبص للكاميرا ومش نص جسمه بس. فخدت البرومت ده كوبي ورحت الايمج اف اكس اديته له هنا، وبعدين دوست انشاء. طبعا لو مش عارف ازاي بتفتح ايمج اف اكس، شوف الدرس اللي قبل ده كنت انا شارحه في الدرس بتاع تصاميم المدرسين، ابقى اخش اشوفه. طبعا طلع لي اكتر من زاويه جميله جدا. الصوره دي مثلا عجباني قوي فهبدا احملها. كده احنا ولدنا الشخصيه، فهنبدا نروح على الفوتوشوب. وهفتح الفوتوشوب معايا. تمام، الفوتوشوب فتح معايا. اروح على قائمه نيو فايل واختار هنا 1080 وهنا 1350. ده مقاس السوشيال ميديا الانستجرام بوست، علشان ما يقصش منك في التصميم وانت شغال. وهدوس كرييت. ركز معايا. اول حاجه انا كنت عامل ايه في التصميم ده؟ التصميم بتاعنا تعال اقول لك بس كده انا عامله في كام 5 جروبات كنت مخلص التصميم ده. فهقول لك ازاي تبني التصميم ده. اول حاجه تفتح قائمه الباليت دي وهتختار اللون اللي انت عايزه. وانا اخترت اللون ده نيابه عن ايه؟ نيابه عن اللوجو بتاع فاليو. لازم لما تكون شغال في اي تصميم تختار الالوان حاجه في التصميم او الهويه بتاعتك. وهدوس اوكي. هفتح هنا سوليد كلر، ممكن اغمقها شويه كده وهدوس اوكي. طيب انا عايز انور الخلفيه، هفتح لاير تاني وهجيب البرش، بس المره دي هختار اللون ده الفاتح منه قوي وهدوس اوكي. وهجيب الفرشه واكبر شويه كده وهدوس كليك في نص الصوره. ونفس النظام هتعمل لاير تاني وهجيب نفس درجه اللون بس تكون داخله على اللون الابيض. هبدا اصغرها برده شويه كده وهديها كليك هنا، خففها وليكن مثلا تكون ظاهره بنسبه حاجه بسيطه كده. وهبدا اكبر الاثنين معايا في الصوره. هدوس على اول لاير واخر لاير وادوس كنترول جي علشان احطهم كلهم في جروب واحد ونسميها الباك جراوند. تمام كده، ده اول حاجه معانا. تاني حاجه صوره الموديل اللي احنا جبناه. هبدا ادوس كنترول او، وده الموديل. ده الموديل اللي انا عملته من على ايمج اف اكس. ركز معايا علشان اقول لك ازاي نقدر ناخده على التصميم بشكل لذيذ 100%. وليه انا قلت له نفس الالوان؟ علشان لما اجي ابدا اقصه يظهر لك هنا الانعكاس على اللون الجلابيه نفس الانعكاس الخلفيه. دي كانت نقطه حابب اوضحها لك. اول حاجه هعمل هنا كونفيرت سمارت اوبجكت، وبعدين هقول له ريموف باك جراوند. هو هيشيل لنا الباك جراوند. تمام قوي كده. هبدا اسحب الموديل ده على الصوره اللي عندي وهبدا اصغره كده بالشكل اللي يكون مناسب فيه. ممكن ادوس كنترول ايه واخليه سنتر هنا مثلا كده وابدا انزله شويه. طيب لو حسيت ان الباك جراوند مثلا لونها فاتح، عادي تدوس عليها دبل كليك تبدا تغمق لونها شويه. عشان كده انا قلت لك اعملها سوليد كلر عشان تقدر تغير فيها بعدين. هل الشخص كده واقعي؟ لا خالص، ما فيهوش ظل ولا اي حاجه. طيب هقول لك على طريقه ناخد فيها الظل اللي كان موجود عندك في الصوره الاصليه. بص بقى، اسحب اللاير بتاع الموديل ده، اخد منه نسخه كده واقف على اللاير بتاع الماسك، ادوس كليك يمين وادوس ديليت لاير. هبدا اجيب اي اداه تحديد عندي، انا بفضل الاداه دي عشان سريعه. هبدا امشي كده على المناطق اللي يكون فيها ظل بس بالظبط كده وهعمل ماسك. كده خدنا الظل بتاع الشخص عملناه في اللاير. عايز الالوان بس اللي غامقه في اللاير ده، فهبدا اروح على قائمه اللاير واخليها مالتي بلاي. هبدا انزل اللاير ده تحت وزي ما هو واضح معانا هنا كده. طيب انا الحواف بتاعته طبعا دي شكلها رخم جدا، هبدا ادوس دبل كليك علشان الغي الحواف دي. بص بقى معايا بتتلغي ازاي. والسلايد الاولاني ده هدوس الت علشان اقسمه نصين. هبدا اسحبه للشمال كده شويه. ركز معايا، بص بيعمل ايه في الظل بتاعنا. وده برده كده هبدا اسحبه. هتلاقي ان هو بيمسح الحواف بتاعه الصوره كلها بالشكل اللي قدامك ده. تبدا تظبطها لحد لما تكون بشكل مناسب وهدوس اوكي. فكده كان الظل لما خدناه من الصوره بتاعته بشكل واقعي. طبعا ممكن تخفف ده شويه كده لو انت مش محتاج الظل يكون تقيل شويه. نبدا ندوس على اللايرين دول ونعملهم كنترول جي ونخليها الشخصيه مثلا او الموديل، خليها وليكن الموديل عادي. طيب ايه اللي فاضل لنا بعد كده؟ ان انا اجيب بقى التليفون اللي على اليمين واللي على الشمال. ابدا ادوس كنترول او، وانا كنت محمل الصوره دي من الموقع بتاعهم الرسمي بتاع فاليو. طيب انا عايز الشيب اللي جوه بس.
فهعمله ازاي؟ شكل بسيط جدا، هجيب اداه البين تول وهبدا احدد الشكل اللي جوه كده. ممكن ادوس شيفت علشان يعمل لي الشكل مستقيم، وادوس على النقطه دي واشدها، وهاجي برضو هنا احنا بس بنحدد الشيب الابيض اللي جوه في الصوره ده. ادوس الت كده وامسح النقطه دي. طبعا انا كنت شارح اداه البين تول دي في فيديو كامل في الكورس بتاع الفوتوشوب، تقدر تشوفه، كان درس جميل جدا وبرده كان مليان بهريز. ابدا ادوس الت، يعتبر كده عند الحته الاخيره، وكده خلاص كله اتحدد. دوس كنترول انتر علشان نحدد معانا الشكل اللي جوه ده. ما ننساش نعمل دي كونفيرت سمارت اوبجكت، وهنعمل ماسك بالشكل اللي قصادنا ده. هبدا اسحب التليفون معايا هنا كده واخليه بالشكل ده. ابدا اجيب اي اداه تحديد وادوس كليك يمين وهدوس على فري ترانسفورم، هدوس كليك يمين تاني واختار الديستورد. بص بقى دي بتعمل ايه؟ بتمسك اي نقطه كده بتبدا تحركها، وليكن اخلي التليفون ان هو يكون واقف جنبه في الصوره بالظبط. تبدا تظبط النقط اللي معاك دي. ممكن نطلعه بره شويه عشان يكون ان هو مثلا زي نايم لورا شويه كده. رجع النقطه دي شويه ودي شويه بس كده. ابدا اضيفه في الجنب ده. ممكن اوطي الفل بتاعه بنسبه مثلا 40، اخليه 40 انا عايزه بس كده علشان يوضح المعنى بتاعه. طبعا البراند ده للسعوديه، فكلمه الجنيه دي عايزين نغيرها. ادوس عليها دبل كليك، اروح على جوجل وهكتب هنا رمز الريال، ريال سعودي ايكون، هيظهر لك الملف ده. تبدا مثلا ممكن اخده عادي كوبي واروح للصوره بتاعتنا، ادوس بيست، اشيل منه الخلفيه اخليه مالتي بلاي، وابدا اصغره قوي كده، احط مكان كلمه الجنيه، اقف على اللاير اللي تحت، اجيب الفرشه واسحب من نفس اللون ده وابدا اشيل كلمه الجنيه اللي تحت، وادوس كنترول اس. نرجع للتصميم خليها اتعملت هنا. طيب ممكن ادوس كنترول تي وابدا اصغره شويه علشان ما يبقاش هو العنصر الملفت عندي في الصوره. طيب انا عايز اخد منه نسخه برضو، يعني دي فاليو، انا عايز اخد نسخه برضو للتليفون يكون بتاع نون. فهبدا ادوس الت واسحب كده وادوس كنترول تي وبعدين اعملها فليب هوريزونتال. عنديها اتعملت بالشكل ده. انا احدد على الاثنين كده واخليهم نفس المنظور. طيب انا عايز هنا اضيف الصوره بتاعت نون. طيب انا لو جيت دوست هنا دبل كليك هيغير لي في الليرين مع بعض. طيب انا مش عايز كده. هبدا ادوس كليك يمين واعمل كونفيرت سمارت اوبجكت. هبدا ادوس عليها دبل كليك وهزود الشفافيه بتاعت اللاير ده. طبعا انا رحت على المتصفح وكتبت ايه؟ نون، وكتبت نون السعوديه، وبدات مثلا دخلت هنا ودوست كليك يمين واخر واحده وعملت الخيار هنا يكون تليفون او تابلت، وحاولت اظبط بقى الحاجات دي كده علشان اخد سكرين شوت، وطلعت بالشكل اللي قصادك ده. انت ممكن افضل تاخدها من التليفون وتريح بالك. انا هعملها كونفيرت سمارت اوبجكت وابدا اسحبها على اللاير بتاعنا، تبدا تصغرها على نفس منظور التليفون، وهدوس كليك يمين واعملها كرييت كليبنج ماسك علشان تبقى على التصميم اللي تحتها. نبدا نكبر بقى كده عادي براحتنا، واي حاجه انت مش عايزها عندك في التصميم تبدا تعمل ماسك وتجيب الفرشه. ادوس مثلا هنا كده وفي الاخر ادوس شيفت، ليه مسح لنا الحته اللي فوق دي. ونفس النظام برضو هنا انا عايز اشيل الحته اللي تحت دي كده بتاعه الايفون، برضو الازرق ده مش عاجبني. انا بس باخد السكرين كده علشان ابين ايه اللي بعد كده هيحصل. ممكن ادوس كنترول اس ونرجع للتصميم هنلاقيها اتعملت معانا هنا كده. هتبدا برضو توطيها بنسبه 40% وكده معاك التليفونين جاهزين. طيب انا عايز اعمل لهم ظل طبعا عشان هم مش طايرين كده وخلاص. هبدا اعمل لاير هنا وهجيب الفرشه اكبرها بس شويه كده وهعمل كليك في نص الصوره. هدوس كليك يمين واثبت صباعي على الشيفت وانزل اللاير ده لتحت كده. هبدا اخليه تحت التليفون، ممكن اميله بس شويه كده علشان يبقى واخد نفس زاويه التليفون. طبعا هنوطيه شويه كده وليكن بنسبه 30%. هبدا ادوس الت واخد منه الناحيه الثانيه كده برده، وادوس كنترول تي بس هقلبه برده الناحيه الثانيه علشان يبقى جاي مع زاويه التليفون الثاني، وكده الاثنين ظبطوا معانا كده. يعتبر انت فاضل لك كام خطوه بسيطه ويبقى التصميم جاهز معاك. اول حاجه ناخد اللايرات دي كلها مع بعض واحطها في جروب واخليها مثلا هي ديت الفون علشان ما تلخبطش معانا. حاول وانت ماشي تخلي كل حاجه كده في لاير علشان يبقى شغلك منظم وما تتوهش وانت شغال. عايز تطلع من التليفون ده علامه فلوس وتطلع من التليفون ده مثلا وليكن تابلت او لابتوب، فاروح طبعا على جوجل وافتح تاب هنا واروح لشاتر ستوك واقول له مثلا هنا ان عايز ابحث عن صوره فلوس بالسعوديه مثلا. هيظهر لك هنا اشكال كتيره جدا، وليكن مثلا انا عجبتني الصوره دي فحملتها معايا. اروح على قائمه الفوتوشوب وابدا ادوس كنترول او والاقي الصوره معايا هنا كده. ابدا اعملها كونفيرت سمارت اوبجكت وابدا اسحبها على التصميم اللي عندي. هبدا اصغرها بس شويه كده واطلعها فوق علامه الفلوس اللي عندي هنا اللي هو ال100,000 دي. ممكن اخرجها شويه كده بره الصوره علشان يبان ان هي بتخرج من التليفون، وهدوس امتى. تمام قوي كده. طيب انا عايز اعمل برضو شكل جمالي كده للصوره ان هي تكون طالع منها لون حواليها. هبدا ادوس دبل كليك كده على اللاير، ادوس اوت جلو، هخلي اللون ده نفس اللون بتاع الخلفيه بس يكون فاتح. ممكن ازود منه شويه كده يبقى باين زي ما هو واضح عندك كده، زي مثلا ايه موضوع الهديه كده في الصوره عشان اظهر العنصر ده.
عايز اعمل ظل للصوره دي، هبدا ادوس كنترول جي وبعدين ادوس كنترول يو علشان اخلي اللاير ده باللون الاسود، انزله تحت الصوره كده وهبدا اوديه شويه كده بالمنظر اللي عندنا في الصوره ده. اروح على قائمه فلتر وبلور جاوزيان بلور، انا ازودها مثلا نسبه مثلا 14 بكسل كده، وهبدا اوطيها هنا معايا، عايزها بس تدي شكل الظل في الصوره. طبعا ابدا اصغرها شويه كده وانزلها عندي في الحته دي وهدوس انت، هيبقى شكلها بس لذيذ قوي كده. هنا نفس النظام، انا عايز صوره لابتوب، فهرجع هنا برضه على شاتر ستوب وهكتب لابتوب، هيظهر لك صور كتيره قوي جدا، وطبعا الصور دي ممكن تاخدها باي زاويه زي ما هو واضح بيقول لك هنا كده. فانا حملت صوره لابتوب وحملت صوره حاجه من معالم السعوديه علشان احطها هنا كده في الصوره، عشان برضه هي كانت الشاشه دي كانت مطفيه، فهعمله كونفيرت سمارت اوبجكت وهنبدا نسحبه عندنا هنا في اللاير، وهبدا اظبط برضه المقاس بتاعه بالشكل ده وهدوس انتر. نفس النظام الاوت جرو اللي احنا كنا عاملينه تحت ده، هبدا اقف عليه وادوس الت واسحبه على اللاير اللي فوق، هتلاقيه عامل لنا هنا اوت كلود برضه. هبدا اعمل كنترول جي من اللاير علشان اعمل الظل، وادوس كنترول يو علشان اخلي اللاير ده لونه اسود، هنزله تحت اللاير كده، برضه نفس النظام هنخليه بالشكل ده بس نصغره شويه. تمام، هروح على قائمه فلتر وهتلاقي جاوزن بلور معموله هنا، اخر حاجه انت كنت عاملها، ادوس عليها. ممكن اخليها ظاهره شويه المره دي عشان اللابتوب حوافه بس ضخمه، ونغطيها مثلا بنسبه 37% كده. تمام لحد كده الكلام تمام جدا. هبدا دلوقتي على اول لاير واخر لاير واعملهم كلهم في جروب، واخلي مثلا وليكن دولت الايكون. هبدا امسك بقى الايكون والتليفونات كده مع بعض، هبدا اصغرها شويه علشان تبقى عندي بالمنظر ده. التليفون ده هبدا اجيبه كده شويه وبس كده. احنا بس نفتح قائمه الايكون تاني كده، هنضيف بس اللوجات اللي عندنا في الصوره. واخد لون الباك جراوند من اللون ده، فانا عايز اغير اللون ده، هقف على اللاير واروح على قائمه سيلكت واختار كلر رينج. هبدا بالقطره دي ادوس هنا كده وادوس اوكي، هتلاقيه عمل لك هنا كليك، عمل لك هنا تحديد كده سريع. هتختار انت هنا اللون الابيض وتدوس الت وباك سبيس، هتلاقيه اتغير معانا هنا كده. ابدا بقى اعمل كل ده كونفيرت سمارت اوبجكت واسحبه على التصميم اللي عندي هنا، وابدا بقى اصغره كده واخليه بالمنظر اللي معانا الجميل قوي ده. طب انا عايز اضيف الايقونات اللي تحت هنا، ترجع على شوتر ستوب وتكتب هنا مثلا وليكن بلاي ستور ايكون وهدوس انتر. طبعا هتلاقي هنا ايقونات كتيره اهي، مثلا ممكن تحمل حاجه زي دي، يبقى كده معاك الايقونات بتاعت جوجل بلاي واب ستور لو انت مثلا عايز تحمل نون او فالي. طيب انا عايز اللوجو بتاع نون، ممكن نيجي نرجع هنا كده ونخش على الصور، هتلاقي اللوجو بتاع نون مثلا ده او ده. هبدا ارجع بقى في الفوتوشوب وهبدا اضيف الحاجات دي الايكون، هبدا ادوس عليها كده، اجيب اي اداه تحديد وهبدا احدد الشكل ده لوحده واخده عندي على الصوره، صغره كده شويه. تمام قوي كده. نبدا نرجع برضه على العلامه الثانيه بتاعت اب ستور وهبدا اسحبها واخليها عندي هنا كده، دوس كنترول تي برضه واخليها نفس المنظور بتاع الصوره اللي تحتها. انا احدد الاثنين كده مع بعض واخليهم شويه كده علشان يجيب اللوجو بتاع نون هنا. لوجو نون اهو كونفيرت سمارت اوبجكت، وابدا اسحبه عندي في التصميم، اصغره برده شويه كده واخليه في الجنب هنا كده. وبس كده، انا كده ضفت الايقونات بتاعتي كلها. كده ناقص لك اخر جروب في الجروبات دي. بص بقى هتعمل ايه. الطيب الجميل هيبقى شكله عامل ازاي. انا هكتب كلمه مثلا هنا بس لازم تكون مثلا باللون الابيض، هكتب اشتري دلوقتي واخد منها نسخه كده وهقول وادفع بعدين. تمام قوي كده، تمام قوي كده. طبعا انا كتبت الاثنين دولت بنفس الخط ده، ممكن تكتب اسمه على جوجل وهتلاقيه يتحمله عادي. هبدا اخد دلوقتي اللايرين دول اخليهم في نص، كبرهم شويه كده واخليهم في نص الصوره عندي هنا. طبعا لازم وانت بتكتب طيب ويكون الكلام كله على نفس الوزنه بتاعه الكلمه اللي فوق، في فراغ طبعا هنا في الكلام. ابدا اجيب اداه الكتابه واقف في الحته دي واعمل تشييده كده، ادوس شيفت وحرف التي علشان الصوره تبقى معانا هنا بالشكل ده. ممكن احددها كلها وادوس برضو الت وادوس سهم يمين، هتلاقي ان الصوره برضو بتكبر وتصغر معايا. ابدا بقى اظبطها كلها كده معايا في الصوره بالشكل اللي معانا. بص بقى، انت هتمسك اللايرين هنا مع بعض كده، تدوس مثلا كنترول وشيفت، تبدا تطلع دي شويه فوق كده، خليهم عندك برضو في نص الصوره، يعني اي حاجه تخليها برضو في نص الصوره كده. طيب دي اول حاجه كتبنا بالفونت اللي هو اسمه ده وخليناه بولد وعملنا التشييده اللي في الكلام ده. نيجي بقى نرجع للصوره بتاعتنا هنا. انا بدات اكتب الطيب ده ازاي. ركز هنا كده، انت معاك 1 2 3 ثلاث الوان في الصوره. طب الثلاث الوان دولت ايه نيابه عن ايه؟ الثلاث الوان دول اللون الاصفر معانا من الهويه بتاعت اللوجو بتاع نون، واللون البرتقاني بتاع فاليو، واللون اللي تحت الكلمه بالظبط من الباك جراوند. ادانا الشكل الجميلي ده. طب هنعملها ازاي؟ هبدا اروح هنا اخد اللايرين دولت مع بعض كوبي واعملهم كونفيرت سمارت اوبجكت. هبدا بقى المره دي ادوس دبل كليك واغير اللون بتاعهم للون بتاع الخلفيه ده. طبعا هننزل الكلام ده كله تحت هنا ونبدا نودي يمين وشمال شويه كده لحد لما يبان الشكل اللي في الصوره ده. هناخد برضو كنترول جي من اخر لاير ده واغير الكتابه بتاعته للون المره دي اللون الاصفر. نرجع بس كده عشان ناخد نفس الوان الهويه وهدوس اوكي. انا بعمل ايه؟ انا بنزل تحت بالكيبورد مره 2 3 واروح
يمين مره 2 يبدا يبقى بالشكل اللي معاك ده. هاخد برده كنترول جي وهنزل اللاير ده تحت وهدوس دبل كليك، بس المره دي بقى هغير اللون بتاعه للون الاورنج ده وهدوس اوكي. هبدا برده انزل 1 2 3 واروح يمين 1 2 بس لحد لما عمل لنا الشكل اللي قصادك ده. هبدا اروح على اول لاير واخر لاير وهدوس كنترول جي علشان اخليهم في جروب لوحده، واخلي الجروب دوت باسم تكست، وكده يكون التصميم خلص معاك بالشكل اللذيذ اللي قصادك ده. بس يا صديقي ده كان تصميم سوشيال ميديا ستايل جميل زي ما انت شفت في الفيديو كده. الفكره ما كانتش في الكلام اللي موجود، الفكره كانت في اختيار الالوان وازاي تكتب الطيب بشكل لذيذ وتعمل توازن في التصميم بتاعك. جرب تعمل تصميم زي ده، هتفرحني جدا لو انت بعت لي التصميم بعد لما انت طبقت بايدك. هسيب لك كل الملحقات في الديسكربشن. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للقناه علشان خلاص قربنا على ال 100,000. شكرا جدا ليكم، اشوفكم في الفيديوهات الجايه كتير وسلام.